ازاي عملة مش موجودة في جيبك ولا ليها بنك ولا حكومة وراها ممكن يكون ليها قيمة؟ الناس بتكسب منها ملايين والناس بتخسر كل حاجة. الموضوع مش سحر، ده حاجة اسمها العملات الرقمية. بص يا سيدي، العملة الرقمية هي نوع من الفلوس بس موجودة اونلاين. يعني مش ورق ولا ذهب، دي مجرد كود بيتسجل على الانترنت. التكنولوجيا اللي وراها اسمها البلوك تشين. تخيل دفتر حسابات ضخم، كل عملية بيع أو شراء بتتسجل فيه. بس الدفتر ده مش موجود في مكان واحد، لأ، متوزع على آلاف الأجهزة حوالين العالم. وده بيخلي التلاعب أو التزوير شبه مستحيل. اللي يميز العملات الرقمية إنها لا مركزية. يعني إيه؟ يعني مفيش بنك ولا حكومة مسيطرة عليها. أنت تقدر تبعت بيتكوين لشخص في أي حتة في العالم من غير وسيط، ومن غير رسوم ضخمة زي البنوك. مثال بسيط، لو عايز تبعت فلوس لحد في أمريكا طبيعي هتدفع مصاريف تحويل وتاخد أيام، لكن بالعملات الرقمية في دقايق. لكن خد بالك، الموضوع مش كله مكسب. العملات الرقمية أسعارها بتتغير بسرعة رهيبة. ممكن النهاردة تكسب 3 أضعاف وبكرة تخسر نص اللي معاك. عشان كده في ناس بتعتبرها استثمار خطير جدا، ومحتاج جرأة ومعرفة قبل ما تدخل فيه. غير كده في عملات وهمية بيعملوها عشان ينصبوا على الناس. فلو حد قالك استثمر معايا وهتضاعف فلوسك في أسبوع، اعرف إن الموضوع فيه حاجة غلط. العملات الرقمية بقت جزء من الاقتصاد العالمي. في ناس شايفاها مستقبل الفلوس وفي ناس شايفاها فقاعة وهتفرقع. لكن المؤكد إنها غيرت نظرتنا للفلوس. وخلينا نسأل نفسنا، وعايز رأيك في التعليقات، هل المستقبل هيكون للفلوس اللي في الجيب ولا الفلوس اللي موجودة بس على الإنترنت؟ مستني رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير. ومستنيك في الحلقة الجاية. سلام.